السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا مشاهدينا الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الخوت في هذا الفيديو إن شاء الله اللي غنبارطاجي معكم غادي نهضروا على واحد لا نوسيون هي سميتو الذكاء الاصطناعي، لانتيليجونس ارتيفيسيال، اللي صراحة لا بلوبار فيكم غادي يتصدم معاها في اليوتيوب، في الفيسبوك، في المواقع التواصل الاجتماعي. يعني غادي يتصادم معاه وغادي ديجا شاف هاد المفهوم ديال الذكاء الاصطناعي. ولكن اشنا هو هاد الذكاء الاصطناعي؟ غادي نحاول معكم نشرح لكم هاد الذكاء الاصطناعي بأبسط حاجة وأبسط الأمور، نبسطوه ما غاديش تعقد. ماشي بحال الناس اللي كانوا يشرحوا شنو هو الذكاء الاصطناعي، شرحوه بواحد لافاسون اللي هي تري كومبليكي واللي هي معقدة. الذكاء الاصطناعي الخوت اللي هو لانتيليجونس ارتيفيسيال، اللي هو ولا دابا خلق واحد الزوبعة في العالم، وخلق واحد الثورة نيت ديال المجتمعات، اللي هي بحال الثورة اللي كانت تخلقات فاش تصنع المحرك الكهربائي، المحرك البخاري عفوا. فاش تخلق المحرك البخاري المجتمعات تطورات بواحد السرعة وبواحد الطريقة اللي هي غريبة جدا. وهذا الذكاء الاصطناعي حتى هو غادي يحول المجتمعات كتار من داكشي تحول فاش تصنع محرك البخاري. الخوت الذكاء الاصطناعي ماشي بغيتش نشرح لكم كيف ما كيشرح لكم هاد ما يسمى يطلق عليهم باصحاب المحتوى، اصحاب اليوتيوبرز. كتقول شي واحد شنو هو الذكاء الاصطناعي، يقول لك وشوف هاد لابليكاسيون هو اللي كيخرج لك، كيحول لك الصوره ديالك لصوره كرتونيه، ولا كيحول الفيديو ديالك لواحد فيديو فيه الروبو كيلعب الدور ديال الروبو. الذكاء الاصطناعي ماشي هكا باش خلقوه الناس، ماشي هكا باش صاوبوه الناس وباش صاوبوا هذا العالم اللي هو عالم ذكي جدا، وهو ايلون ماكس. هذا هو اللي دار الخلية ديال هذا المفهوم الجديد ديال الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي الخوت باش نشرح لكم مزيان، هو كيفاش نجعلو ونحولو الحاسوب ولا الروبو يرد الفعل ديالو ويدير وياخد الموقف ديالو فاش نعطيوه البيانات بوحدو، بلا ما يتدخل الانسان انه يقول ليه خذ هذا الموقف ولا خذ هذا القرار. فهمتوني؟ ماشي بحال الذكاء الاصطناعي القديم اللي كتقول ليه 1+1=2، كتعطيه الالغوريثم كيعطيك النتيجة. لا، دابا الحاسوب هو اللي كياخد الموقف، هو اللي كياخد القرار. نعطيكم اكزومبل سامبل نمثل عليكم دابا بواحد المثال. كاين واحد العالم استرالي كان دار واحد التجربة. خدا واحد النمس، عرفتو النمس، خداه من عند مو، باقي يلاه تولد ما شرب حتى الحليب ديال مو، داه لدارو واعتنى به، ديما كيعطيه الحليب حتى كبر. وما عمرو تحك في الطبيعة، ما عمرو خرج من الدار، غير الدار هو كينس في الدار صافي. نهار كبر بغا يتيستي هاد العالم هذا، اش دار ليه؟ عطاه واحد القنفذ، باش يشوف كيفاش غيتصرف هاد النمس. النمس اش دار؟ هز هذاك القنفذ داه لواحد البركة في الفيرما ديال هذاك العالم. علاش داه البركة ديال الماء؟ باش يغرق، شوف، باش يغرق هذاك القنفذ، باش هو القنفذ يخرج راسو باش يشد ليه الراس باش يقتلو، لان ما يمكنش تقتل القنفذ الا هو مكمش، ما كيكون غير الشوك. دونك هنا فاش غتعجبو الخوت انه كيفاش هاد النمس هذا دار نفس العمليه اللي غدير مو، اللي هي كبيره واللي تحكت مع الغابه وعارفه كيفاش تصطاد. وهذا ما عمرو شاف هاد العمليه، وما عمرو دار شي عمليه صيد. وهذا نفس الشيء بالنسبه للذكاء الاصطناعي. يعني الذكاء الاصطناعي فاش الانسان يعطيه شي حاجه هو يعرف يتصرف، وهو يعرف ياخذ القرار، وهو يعرف ياخذ القرار الصحيح من الخطأ. وهذا هو الذكاء الاصطناعي. فهمتني دابا؟ هذا هو الذكاء الاصطناعي. باش ما يجيش شي واحد يتفلسف عليكم ويعقد الامور ويبقى يستعمل مصطلحات ما عرفت شنو. هذا هو الذكاء الاصطناعي. والذكاء الاصطناعي الخوت راه عالم اخر،
ومخيف. هنا ل 2030 غيتحول العالم عالم آخر. يعني إلا ما مشينا حتى واكبنا هاد العالم ديال الذكاء الصناعي، راه غادي نكونو من المتخلفين ديال الدول. وهذه المناسبة فاش الدولة ديالنا أنها تفكر كيفاش تواكب هاد الذكاء الاصطناعي، لأنه الناس دابا الدول المتقدمة راه خدامين به في الصحة، خدامين به في العسكر، في الميدان العسكري، خدامين فيه في ميدان الأدوية، خدامين فيه في الميدان ديال الزراعة. داكور. وشنو هو الدور ديال علاش الناس، علاش هما فكروا في هاد الذكاء الاصطناعي؟ فكروا فيه على السرعة والدقة. يعني الانسان كيبغي يدير شي اكت، ولا بغا يدير شي طرافاي، كيصغر الوقت، كيستغرق الوقت، ولا حتى الوقت كيصغر الوقت، ولكن ممكن يدير اخطاء. هذا لا، هذا الذكاء الاصطناعي السرعه والدقه. وفي فيديو اخر ان شاء الله غادي نحاول ما امكن نهضروا على الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحه. اللي كيهمني انا هو غادي نهضر على الذكاء الصناعي في ميدان الصحه. نتمنى هذا الفيديو الخوت يعجبكم، ولا عجبكم ديروا لنا واحد ابوني باش ديما تبعوا معنا وتشجعوا هذا المحتوى ديال القناه، وبارطاجيوه باش تعمم الفكره على الجميع. وتحيه لكم، والى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.